الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. يا رب تكونوا بسعاده دايما ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد الكبير ان شاء الله. يا رب يجي عليكم بصحه وسعاده يا رب ان شاء الله. النهارده الفيديو هنعمل فيه حاجه من حاجات التوفير اللي انا كنت قايله لكم عليها ان شاء الله. هنعمل وجبه موفره جدا بقطعه فراخ، يعني اقل من ربع فرخه ان شاء الله. هعمل معاكم وجبه حلوه قوي. بس قبل ما اعملها حابه اتكلم في حاجه. الفيديو اللي فات بتاع الميزانيه اللي انا نزلته كان اول فيديو ميزانيه عامله على القناه، وكنت عامله ميزانيه ب 350 جنيه في الاسبوع. انا كنت شارحه كل حاجه وقايله كل حاجه، وكل حاجه قايلها بالسعر تمام، ومزوده على الاسعار اللي عندنا كمان تمام. في واحده قالت لي ان مش موجود الاسعار دي، وان انا ازاي بقول كده، وان ازاي ميزانيه ب 350 ده كلام وانا بتكلم وخلاص يعني، والكلام ده تمام. اولا انا عامله الميزانيه اكل بس، لا فيها منظفات ولا فيها مصاريف تانية زي كهرباء وغاز ونت والكلام ده. لا انا قلت الميزانيه دي للاكل بس، الاكل والشرب. وكمان قايله ان احنا مش طول الاسبوع هناكل لحوم، هناكل يوم ويوم، يعني الاكل هيبقى يوم حاجه كويسه ويوم ارتياحي تمام. اللي مشافش الفيديو يرجع للفيديو اللي فات وهيشوف انا متكلمه بالتفصيل في الحاجات دي. عايزه اقول ان انتي او لاي حد عموما يعني، لو انتي الحاجه غاليه في منطقتك، ليه يا حبيبتي تجيبي المنطقه اللي انتي فيها؟ انا عن نفسي المنطقه اللي انا فيها لسه لحد دلوقتي بيبيعوا المكرونه ب20 وب22، مع ان المكرونه نزلت والزيت نزل والدقيق نزل والرز نزل تمام. ولا احنا مش واخدين بالنا؟ طبعا كله اخد باله، وكل الناس يعني كل الستات عارفين الكلام ده، لان احنا اللي ماسكين الميزانيه بتاعه البيت، واحنا اللي بننزل نشتري والكلام ده، عارفين ايه اللي بيغلى وايه اللي بيرخص. مش هننكر ان كل الحاجات دي رخصت من حوالي اسبوع او 10 ايام تمام. تمام. الرز كان وصل ل 30 جنيه، دلوقتي في مناطق بتبيعه ب25، وفي ب24، وفي ب23. وهسيب لكم لينك المحلات اللي انا بجيب منها، هسيب لكم محلين 2 بس، مش هسيب لكم كل المحلات اللي بيعملوا عروض وعندهم الاسعار اللي انا بجيب منها، وانا بجيب المحلات دي تمام عشان بس المصداقيه. انا بجيب من محل عامل عرض المكرونه ب15 جنيه، طبعا هي في المنطقه اللي انا فيها لسه ب20 و22 كمان تمام. بس انا ليه اجيب لما في فرق 5 جنيه او 7 جنيه في الكيلو؟ لا انا بستنى لاخر الاسبوع واروح. المنطقه اللي انا عايشه فيها ارياف قريه، فانا بستنى انزل المدينه اللي هو يوم السوق يوم الجمعه واجيب حاجتي على بعضها. فزي ما قلت لكم كده، بستنى يوم الجمعه وبنزل بجيب حاجتي كلها تمام. لو الرز ب25 مش غالي، ال2 كيلو هيبقوا ب50 جنيه. لو المكرونه هنفترض ان هي ب18 مش ب15 او ب16 زي ما انا بقول، خليها ب18 برضو، يعني الفرق كله في اللي انا قلته مش هيجي 50 جنيه لو الاسعار عندك غاليه، او في المناطق اللي انت المنطقه اللي انت قاعده فيها، او المنطقه اللي انت بتجيبي منها. الفرق كله مش هيبقى 50 جنيه فرق اسعار. ف 400 جنيه برضو مش كتير في الاسبوع، اكل وشرب وفطار وغدا وعشاء تمام. صدقيني يعني، بس لو انت مشيتي وعملتي زي ما انا بعمل ان شاء الله هتلاقي الدنيا متظبطه معاكي باذن الله. وتعبي شويه ودوري على المحلات اللي بتبقى عامله عروض، مش مشكله لما تنزلي لها مخصوص هتجيبي حاجتك كلها، حتى لو توفري 20 جنيه 30 جنيه انت اولى بيها تمام. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا انا معايا هنا، بصوا معايا هنا ده المفروض ربع فرخه تمام. يعني المفروض الربع فرخه ده، دول كانوا حتتين كده واقعين من هنا تمام. بيبقى فيه هنا حته قطعه كده اسمها الموزه تمام. انا شايلاه لان كنت بعمل فراخ زنجر، وكنت شايله الحته دي اكمل بيها تمام. يعني ده اقل من ربع، شايفين اهو، اقل من ربع فرخه. هنعمل بيه ايه بقى، وهنعمل منه ايه، او هنضاعف الكميه ازاي؟ ده فلفل اخضر، فلفل حامي، وفلفل بارد تمام. ده قرن الاخضر، ده قرن واحد، فلفلايه واحده بس، ودول 1.5 تمام. دي حوالي جزره مبشوره كده متوسطه تمام. انا بشربها حطها في الفريزر يعني. ودي بصلايه واحده بس كبيره، يعني حوالي بصلايه قد كده كبيره تمام مقطعاها. ومعايا الفراخ، هقطع بقى الفراخ كده
على فكره انا واخده الجزء التاني من ده، يعني هو كان صدر سليم على بعضه وعملته فراخ زنجر وعملته وجبه كامله. بسم الله ما شاء الله، اداني يعني ما شاء الله، عمل كتير، عمل عدد كبير يعني ما شاء الله. نحط بقى معاها البصل. بس نكسر الجزر، نكسر الجزر بس كده. شو هذا الفيديو؟ هنضربها كمان شويه عشان تبقى ناعمه خالص. وكل الحاجات اللي فيها دي لو انت عندك بقدونس او كزبره حطي، بس انا للاسف ما عنديش، وانا كنت عايزه ايه يعني طلعت الصدر على بعضه وعملت منه الزنجر، وقلت بلاش اجمد ده تاني، افرمه بقى واعمله كفته وبعدين اعينها كفته جاهزه. فانت لو عندك بقدونس او كزبره حط عليها برده، بتديها طعم حلو قوي. دلوقتي بصوا بسم الله ما شاء الله، عملت لي طبق جميل اهو، كبير، حجمه كبير ما شاء الله، شايفين اهو. دلوقتي لسه كمان هنضاعف حجمها بايه، هنحط معلقه دقيق ومعلقتين بقسماط، ولسه هنحط التوابل. ولو انا عايزه احط بقدونس بعد كده لما اجي اشتغل فيها هحط برضو، الكميه بتاعتها تزيد. بس انا دلوقتي ما عنديش بقدونس وانا دلوقتي مش هعملها، فمش هحط بهارات ومش هحط لا دقيق ولا بقسماط. انا هشيلها كده في الفريزر زي ما هي، ولما اجي اشتغل فيها احط لها الاضافات دي. يعني احنا كده عملنا من صدر فرخه واحد، عملنا او من ربع فرخه عملنا وجبه، وبسم الله ما شاء الله يعني وجبه هتبقى كبيره ان شاء الله. اتمنى اكون افدتكم، ما تنسونيش بقى باللايك والشير. السلام عليكم ورحمه الله.